ودابا السد غادي يكون في هذا الواد هذا اللي كتشوفوه، وغادي يهبط من هنا، غادي يهبط مع الواد مع هذا الواد هذا حتى لهاد البلاصه هادي. هذا هو الموقع ديال السد. هنا كاين سد سيدي عبو. السلام عليكم مشاهدين ديالنا، تبارك الله عليكم، نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم معنا مرة أخرى في فيديو جديد إن شاء الله. اليوم غادي نتكلموا إن شاء الله على التعويضات ديال هذا السد اللي جانا في هذه المنطقة هذه. كما كتعرفوا سد سيدي عبو مشروع ديال إقليم تاونات، وقاص هذه الجهة هذه دا منها بزاف اللي جات محسوبة على تازة. كما كتعرفوا السد جا في الحدود ما بين تازة وتاونات. ان شاء الله بغينا نهضروا على الاثمنه والتعويضات وداك الشيء. المهم كما شفتوا معنا الفيديو اللي مشينا صورنا السد اللي جا في هذه المنطقه هذه. انا كما كتشوفوا دابا راني واقف في وسط الماء، الرجمه كاينه فوق الدار، هاد الدار غادي تمشي، وهاد الاشجار وهاد الزيتون. بغينا ان شاء الله نتكلموا على التعويضات اللي غادي يعوضوا بها هاد الناس. ان شاء الله نشوفوا ربما يكونوا شي ناس يتفرجوا فينا عاشوا نفس التجربه يفيدونا ويعطونا الراي ديالهم. كما كتشوفوا اجواء رائعه ما شاء الله، اجواء خياليه بعد ما طاحت الشتاء. الحمد لله اللهم لك الحمد على هذه النعمه. الحمد لله طاحت الشتاء دابا والفلاحه فرحانين، والزرع غادي يكبر، الفول، المهم الفلاحه كامله ان شاء الله غتزيان، اللهم لك الحمد. هذا هو الفضل. دابا ان شاء الله غادي ندخلوا من البرد شويه ونهضروا نكملوا الفيديو لداخل. اولا حنا كنشكروا سيدنا الله ينصرو والله يحفظه والله يخليه لينا على هذه الالتفاته وهذا المشروع الجميل ما شاء الله. وهذه فرصه جات للدوار، اللهم لك الحمد، ما خصناش نفرطوا فيها، وحنا فرحانين ببلادنا تزيد للقدام، وان شاء الله يكون ما موجود ويكون الخيرات. كما كنا كنشوفوا هذا العام اللي داز كان جفاف، وكانوا الناس كيعانيوا من ناحيه الماء، كانوا كيجيبوا البواده في الطوموبيلات، وعمر شحال قدك تسقي وشحال قدك تنقل في البواده. وكنوجهوا كذلك تحيه لوزاره التجهيز ومديريه هندسه المياه ولجميع الاطر العامه في المشروع، منهم المهندسين والتقنيون ولجميع العمال، كل واحد حسب الاختصاص ديالو، لانهم جنود مجندين وراء صاحب الجلاله نصره الله. وحنا فرحانين الحمد لله بهذا الانجاز، وفرحانين بولاد بلادنا، وفرحانين بهاد المهندسين ديالنا الحمد لله اللي كيبنيو هاد البنايات العملاقه وهذه المشاريع الكبيره، اللهم لك الحمد. وحنا كساكنه الدوار الروف جماعه برارحه اقليم تازه، حنا متضررين بزاف من هذا المشروع. والناس كما كتعرفوا كيشوفوا الخدمه خدامه، والتعويضات مازال ما هضروش عليها. كنتمنى ان شاء الله نسمعوا شي اخبار ان شاء الله تفرح الناس على هذه التعويضات، وشوفوا شحال غادي يعطيو. المهم دايره شي هضره على الاثمنه وداك الشيء، ولكن ما كاينش شي حاجه صحيحه. كيقولوا بحال دابا الشجر ديال الزيتونه الكبيره يعطيوها 1500 درهم، 30000 ريال. الزيتونه المتوسطه 15000 ريال، 750 درهم. الزيتونه الصغيره كاع كيعطيوها 9000 ريال، 450 درهم. وبالنسبه للاشجار الاخرى مثل الرمان، الكرموس، العنب، المهم الاشجار الاخرى، التشين، كاين بزاف الحمد لله. عندنا جميع انواع ديال الشجر، وهاد الشجر هادو من غير الزيتون قال لك غادي تخلصوا ب 1000 درهم. ما عرفناش حنا، كاين اللي عنده مثلا الشجر ديال الكرموس، كتعرفوا الشجر ديال الكرموس غالي، كيوصل حتى 70 درهم. الشجر ديال الخروب هاد العام وصلت الخروب حتى ل 70 درهم الكيلو. كاين الخروبه اللي كطيح حتى الطون ديال الخروب. كاين الشجر ديال الخروب كبير تبارك الله ديال الجدود. الناس ملي كيسمعوا هاد الهضره هادي، واخا هي ما صحيحاش 100%، مازال ما متاكدينش واش بصح ولا ماشي بصح. الناس ملي كيسمعوا هاد التعويضات كيتخلعوا شويه، مازال اللي عنده البلاد غتبقى له شويه، المهم غادي يلقى فين يسكن وفين يبني. ولكن كاين شي وحدين اللي متضررين بزاف، ما بقى لهمش فين يسكنوا نهائيا. داكشي اللي عندهم كله داه السد. وكاين الحمد لله اللي مازال له بلايص خارجين عن السد يمكن له يبني فيهم ويغرس. دابا كما سمعتوا هاد الاثمنه هذه اللي دايره، كيقولوا الديار ديال التراب وهذا كيديروا لهم 500 درهم المتر، حتى هي ما عرفناش واش صحيحه ولا ماشي صحيحه. كاينين الديار ديال السيما وليها جور وداك الشيء، دايرين لهم تقريبا شي 1000 درهم للمتر. هادشي اللي سمعنا والله اعلم، ما عارفينش شي حاجه 100% متاكدين منها ما كايناش هاد الساعه. كنسمعوا بحال دابا سد الوحده،
كيفاش الناس تعوضوا. كاينين اللي كتبوا لي تعاليق قالوا لي حنا تعوضنا وكان التعويض ماشي هو هذاك، وكاين اللي كيقول لك عاوتاني العكس، كيقول لك تخلصوا مزيان والناس تعوضوا مزيان وفرحانين وناشطين، وهذا الشيء اللي بغيناه ان شاء الله. حنا الحمد لله فرحانين بهذا المشروع وعارفين بلي هذه مصلحة عامة ان شاء الله، وغادي يستافدوا الناس وغادي تستافد الساكنة المجاورة للسد الماء الصالح للشرب والطاقة الكهربائية ان شاء الله، وغادي تكون الحياة رائعة بالنسبة للفلاحة بالنسبة للسياحة. وشكرا على الناس اللي علقوا على الفيديو اللي قبل هذا، شكرا على التعليقات ديالكم وشكرا على النصائح ديالكم. غادي نذكروا بعض التعليقات هنا. شوفوا هذا التعليق: البلاد مباركة وناس الله يعمرها دار، كنتمناو ما يضيعوكمش حيت الأرض فلاحية بامتياز. شكرا أخويا على التعليق ديالك، لهنا يخطك، بارك الله فيك. بالنسبة للأرض فلاحية والحمد لله الماء موجود، كاينة واحد الساقية تبارك الله كانت من عهد فرنسا مازال، وزادوا جددوها والحمد لله بها كيسقيو الناس. ولكن هاد الأرض هذه اللي سقوية كلها غتمشي، غيبقاو غير الأرض اللي عالية في الجبل. شوفوا التعليق الثاني: هذه هي في الحقيقة الإنسان التربة والموضع اللي تولد فيه لا يقاس بثمن، ولكن ربي يعوضكم خير إن شاء الله. نتمناو الخير إن شاء الله. هي في الحقيقة ما نساوش الذكريات ديالنا هنا في البلاد، هاد الأماكن اللي دوزنا فيها شحال من حاجة، وشحال لعبنا ديال الكورة هنا، وشحال خربنا هاد الرمان والتشين والكرموز، داكشي ما عمرو يتنسى. ولكن عاوتاني السد شي حاجة مزيانة، شي حاجة مزيانة، مصلحة عامة كتسمى مصلحة عامة. هذا واحد التعليق ديال واحد السيدة من تاونات، حتى هما كان جا فيهم السد، سد الوحدة. إن شاء الله يتم تعويض السكان وأهل الأراضي بما يرضي الله وما هو مناسب لممتلكاتكم التي تستغمرها المياه، وأتمنى أن يكون هذا السد فاتحة خير على المنطقة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية إن شاء الله، لأننا نحن أهل تاونات وبالضبط قبيلة بني زروال ورقال دائرة غفساي. مررنا من مثل هذه الحالات في تعويض سد الوحدة، ولم يتم تقييم الأثمنة الحقيقية للأراضي والغرس، فكان التعويض هزيل مقابل ممتلكات في الأراضي الزراعية وأشجار الزيتون وأشجار العنب والتين وأشجار الحوامض من برتقال وليمون التي أتلفت بمياه السد. وبحال هاد التعليقات هادو هما اللي كيخلعوا الناس شويه، وكاين اللي كيقول العكس، كاين عاوتاني اللي كيقول لك حنا عطاونا التعويضات مزيان وتهلاو فينا. المهم داكشي الناس كانوا فقراء والحمد لله دابا يسر عليهم الله بفضل داك السد. نتمناو الخير ان شاء الله، وهذا الشيء اللي كاين. وشكرا على المتابعه ديالكم وشكرا على التعاليق ديالكم وشكرا على الكلمه الطيبه والكلام الزوين اللي يخطيكم علينا. ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله، ونتمناو نسمعوا شي اخبار جديده ان شاء الله على السد وعلى التعويضات، باش الناس ان شاء الله تطمئن وترتاح، واللي غادي يبني يتوكل على الله، واللي غادي يغرس وتكون الامور بخير وعلى خير. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.